مش واخده بالها بس. مصر دي 3 حروف صح به؟ طيب نقول بقى عندها ايه؟ عندها عشان نعرف الناس دولت كويسين ولا ناس وحشين ولا عارفين يديروا ولا بيتنقلوا على عينهم مفيش حاجه، نعرف الدنيا فيها ايه. واحد، كلمه مصر معناها 1,000,000 كيلومتر مربع، 238 مليون فدان، 3500 كيلومتر بحر ابيض وبحر احمر، 1100 كيلومتر نهر النيل، 450 كيلومتر اذرع نهر النيل، 162 كيلومتر قناه السويس، 11 بحيره طبيعيه، اكبر بحيره صناعيه بحيره السد العالي 500,000 فدان. الدوله الثالثه على مستوى العالم في الثروه المحجريه. دوله في سيناء فيها مسارين مش موجودين، زي الكعبه المشرفه موجوده في مكه وقبر الرسول الكريم في المدينه. انت عندك هنا حاجتين مش موجودين في دول العالم كلها، مسار خروج اليهود ومسار العائله المقدسه ستنا مريم والسيد المسيح عليهما السلام، موجودين عند حضرتك لم تستغلهم. عند حضرتك تلت اثار العالم اللي موجوده في مدينه واحده حضرتك اسمها الاقصر. عند حضرتك 60% من دول العالم بتعدي على ناصيه عندنا كده اسمها بورسعيد. عند حضرتك 22% من حاويات العالم بتعدي في حته عندنا كده اسمها قناه السويس. صحيح. عند حضرتك دوله اقدم 3 دول في العالم، مصر والصين واليونان. عند حضرتك دولتين في العالم منذ بدء الخليقه حتى الان لم يتم تغيير الحدود بتاعتهم، مصر والصين. انت مش عارف تدير. عند حضرتك 85 مليون مواطن جوه و10 11 مليون مواطن بره. ده كله طلب حكومه الببلاوي في الفتره الزمنيه دي. هقول لحضرتك اعمل ايه عشان ما نتجناش. بس. لا هقول لحضرتك عشان ما نتجناش عليه. عند حضرتك 85 مليون مواطن جوه مش كده؟ منهم 48% منهم في سن الشباب والعمل، اللي هو من سن ال 18 ل 55 سنه. دول الاتحاد الاوروبي جت سنه 2001 ال 12 دوله قالوا انضموا 15 علينا. ليه؟ عشان عيونهم خضراء؟ لا، لان كان السياسه اللي كان بيتبعها في تحديد الناس خلال الاربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي افرزت على ان مرحله الشباب اللي هو الوقود بتاع العمل مش موجود عنده، اضطر يجيب الناس التانيه دول. تمام؟ انت عند حضرتك ده كونك مش عارف تديره دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا. انت مش عارف تدير هذه الموارد. مصر لحد النهارده انا بستورد. يا دكتور صلاح، طيب بس انا شرق التفريعه اللي انت بتتكلم على البطاله طبعا يحقق 750,000 طبعا فرصه عمل في ثانيه. طيب يا باشا معلش دي واحده. بس لانه بعد معنا ضيف اتفضل يا باشا. بعد ما سمعت صوته حتى مش عارف اذا بيحكي ولا لا. لا تسمعني ان شاء الله. بس اولا اخذت يعني اسرع درس تاريخ وجغرافيا اخذناه باقل فتره ممكن. طب هضيف حته بس صغيره معلش في عجاله. البورصه السفن داخل منطقه الشرق الاوسط، السفن اللي هي التصنيع والتخريج والصيانه وخلافه، السفن دي بتمشي في الميه ولا في الرمل؟ في الميه اللي هو عندنا احنا. بتروح بورصه السفن بتروح في جبل علي. ازاي؟